السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. إن شاء الله يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. نبدأ بالصلاة على رسول الله كيف العادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشارك معكم هاد الطلبية نتاع حلوة جافة بالقطايف، وتجي رائعة، تجي شكلا وذوقا. هنا نمروا لتحضير الوصفة. هنا باش نحضروا هذه الوصفة نحتاجو 500 غرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ. هنا عندي كاس نتاع شاي مملوء نتاع السكر عادي. عندي 2 صفار بيض، وعندي رشة ملح، وهنا عندي ملعقة صغيرة فانيليا. هاد الحلوى تقطع كمية كبيرة. هنا راح نخلط بالخلاط الكهربائي حتى ينسجموا هاد المكونات، السكر مع الزبدة مع صفر البيض والفانيليا. نضربوهم جيدا هنا لازم من الأحسن يكون عندنا الباتر باش نخلطوا هاد المكونات وينسجموا. نعاودوا المقادير. عندي 500 غرام زبدة، عندي 2 صفار بيض، كأس شاي سكر عادي، رشة ملح، فانيليا، وهنا راح نضيفوا الكاكاو. هنا عملت 3 ملاعق كبار. لازم النوعية نتاع الكاكاو تكون مليحة، ولازم نغربلوهم ايضا باش نتخلصوا من الحبيبات. كما نعرفوا الكاكاو فيه بزاف نتاع الكويرات هادو. ونواصل الخلط بالباتر، نخلطه حتى ينسجم هذيك الكاكاو مع الزبدة. شوفوا كيفاش تحصلنا على هذا الخليط الكريمي. هنا في هذه المرحلة راح نضيفوا الكاوكاو. الكاوكاو اللي كنا حمصناه من قبل، حمصته في الفرن ورحيته على خشين شوية، يعني يكون مرحي ولكن باين، يكون حبيبات بهذا الشكل. انا عندي 500 غرام تاع الكاوكاو كنت حمصته وطحنته، وهنا راح نخلطه، نوصل الخلط. هنا في هذه المرحله ما كي نضيفوا الكاوكاو ما لازمش نخلطوا بزاف بالخلاط الكهربائي. كما نعرفوا الكاوكاو يطلق الزيت، يعني فقط بمجرد ما يلتم معنا، ينسجم معنا الكاوكاو، نبطلو من التحراك. هنا جاتني خصها شويه اللون، ضفت له ملعقه كاكاو، كان هنا اللون فاتح. هنا فقط بالملعقة راني نخلط. وهنا راح نبدأ في إضافة الفرينة. هنا بطبيعة الحال الفرينة كانت مغربلة.
عندي كيس خميرة كيميائية، لازم هو تاني نغربلوه باش نخلصو من الحبيبات. وهنا راح نبدأ نخلط الفرينة فقط بالملعقة الخشبية. نعود معكم المقادير. عندي 500 جرام زبدة، وعندي كاس شاي سكر عادي، 2 صفار بيض، رشة ملح، ملعقة صغيرة فانيليا، وكاكاو 3 أو 4 ملاعق كاكاو حسب رغبة اللون، و500 جرام تاع كاوكاو محمص ومطحون خشين، وكيس خميرة كيميائية، والفرينة. هنا راني نضيف الفرينة شيئا فشيئا حتى تلتم معي العجينة. هنا ما لازمش نقصحوا العجينة، كما نعرفوا العجينة فيها الكاوكاو وفيها الكاكاو. الكاكاو ينشف العجينة، وما نخليوهاش تاني طرية، يعني يكون العجين متماسك. وما لازمش نعجنوا العجينة، ما لازمش نعجنوها، يعني فقط نلموها بالأصابع اليد. هنا العجينة بدأت تلتم، شوفوا كيفاش راها تلتم وحدها. العجينة التمت، ولات عندي عجينة. شوفوا هنا القوام تاع العجينة. هنا في هذه المرحلة راح نبداو نشكلوا الكريات نتاع الحلوى. هنا راح نستعمل الميزان. هنا انا وزن فيهم 18 غرام، وممكن تروحوا حتى 20 غرام، ولكن انا يعجبني هذا الشكل، ما يكونش كبير بزاف. 18 غرام يكون جيد جدا، هذا الشكل نتاعو ما يكونش صغير وما يكونش كبير بزاف. هنا بعد ما كملت كامل الحبات نتاع الحلوى، كنت شعلت الفرن من قبل يسخن على درجة حرارة متوسطة، ودخلت الفرن. بعد ما طابت، شوفوا هنا الحلوى نتاعي كيفاش تشققت، ولكن ما يهمش، هذا كي تكون مشقة هي تكون ناجحة وتكون بسم داخل هشيشة. هنا راح نبدا في تزيين الحلوى. هنا عندي شوكولا بيضاء، كنت دوبتها في حمام مائي وضفت لها الزيت، قليل من الزيت. وهنا راح نبدا نغطس الحلوى نتاعي، نشوفوا بهالطريقه في الشوكولا البيضاء، ونمررها في القطايف اللي كنا حمصناهم من قبل في الفرن. نديرهم في صني، ونشعل الفرن من تحت ومن الفوق، وما ما نجهدولوش، ونخليهم يتحمروا خطره على خطره، نقلبوا حتى نحصلوا على اللون اللي رانا حابينه. انا ما نحبهمش محمرين حمر بزاف. شوفوا هنا اللون تاع ذهبي، ما يكونوش محروقين، يعني نعسوهم كي نكونوا نحمروهم. وهنا راني نكمل في كامل الكميه تاع الحلوى دي نتاعي. شوفوا هنا كيفاش. يعني هاد الحلوى سهلة بسيطة جدا، أي وحدة تنجم تعملها، وجافة أيضا، مناسبة جدا باش نشربوا القهوة، وبزاف من الناس يحبوها. وأنا شخصيا نخدمها بزاف الطلبيات، بزاف الناس يحبوها، وبزاف ناس طلبوا الوصفة، ولهذا حبيت نعمل الفيديو باش نشاركه معكم. وهذا الحلوى يعني ماشي جديدة، حلوى بكري الناس ديرها.
هاد الكمية تقطع حوالي 90 حبة، من 88 حتى ل90 حبة. وهذه هي الحلوة نتاعي كامل بعد ما كملت التزيين تاعها. شوفوا هنايا الحجم ديالها راه ماشي كبير بزاف وماشي صغير، يعني الحجم ديالها مناسب جدا. هذا هو الشكل النهائي الحلوة نتاعي بعد ما عملتها في الكيسات. كانت جاهزة الطلبية هنا، وراح نقسم معكم في الاخير حبة باش تشوفوا كيفاش جات مرملة من داخل وهشيشة بزاف، عفوا جات هشيشة وتدوب في الفم ومقرمشة من برا بالقطايف ومن داخل هشيشة. وهذه الوصفة نتاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش باش تخليونا جام وتعلقوا في التعليقات وتخليونا الرأي ديالكم، وان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. بالنسبة للناس اللي طلبوا مني الوصفة، تفرجوا الفيديو وتطبقوها، وان شاء الله نشوفوا التطبيقات ديالكم والتعليقات نتاعكم. وهذه هي الحلوة نتاعي من الداخل، شوفوا كيفاش جات هشيشة ومقرمشة من برا. وإلى هنا نقول لكم شكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.